السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنخبركم أنواع سكان العالم حسب لون العينين. يوجد حوالي 7.5 مليار شخص في العالم، وكل واحد منهم فريد من نوعه. لكن هل تساءلت يوما عن عدد الأشخاص حول العالم الذين لديهم عيون بنية أو عيون زرقاء أو عيون خضراء؟ ماذا عن العيون العسلية؟ وقد يكون من المثير للاهتمام أن ترى كيف تختلف ألوان العيون حول العالم. كيف يتم تحديد لون عينيك؟ يتم تحديد لون عينيك من خلال كمية الميلانين في قزحية العين. كلما زاد الميلانين لديك أصبحت عيناك أغمق. تحتوي العيون الزرقاء على أقل كمية من الميلانين، بينما تحتوي العيون البنية على أكبر قدر من الميلانين. العيون الخضراء في مكان ما في المنتصف. الميلانين هي صبغة توفر اللون لشعرك وبشرتك وعينيك. يتم إنتاجه بواسطة خلايا تسمى الخلايا الصبغية. يتم تحديد كمية الميلانين في قزحية العين من خلال جيناتك، وعادة ما ينتقل لون عينيك من والديك. أولا، العيون البنية. تشير التقديرات إلى أن ما بين 55 إلى 79% من سكان العالم لديهم عيون بنية. إحدى النظريات تقول أنها سمة سائدة. اللون البني هو اللون الأكثر شيوعا للعين لدى البشر، لذا المنطقي أنه من المرجح أن ينتقل من جيل إلى جيل. تفترض نظرية أخرى أن العيون البنية توفر حماية أكبر من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة. مهما كان السبب، فإن العيون البنية هي بالتأكيد واحدة من أكثر الألوان شيوعا. ثانيا، العيون الزرقاء. حوالي 8 إلى 10% من سكان العالم لديهم عيون زرقاء. إذن من أين أتت هذه السمة الجينية؟ يعتقد العلماء أن جميع الأشخاص ذوي العيون الزرقاء لا يمكنهم تتبع جذورهم إلى شخص واحد عاش منذ حوالي 6000 إلى 10,000 عام. حمل هذا الشخص طفرة جينية أدت إلى إنتاج مستويات أقل من الميلانين، الصبغة التي تعطي لونا لعيوننا وجلدنا وشعرنا. سواء كان لديك عيون زرقاء أم لا، فلا أحد ينكر أن لون العينين المذهل هذا حقا فريد من نوعه. العيون العسلية. تشير التقديرات إلى أن 5% لديهم عيون عسلية. العيون العسلية هي مزيج من الأخضر والبني، وأحيانا بقع ذهبية أو برتقالية. يمكن أن تبدو وكأنها تغير لونها في الإضاءة المختلفة، مما يجعلها الأكثر تميزا ورائعة. رابعا، عيون العنبر. يقال أن عيون العنبر هي واحدة من أندر ألوان العيون، ولا يمتلكها سوى 5% من العالم. تحتوي العيون الكهربانية في الغالب على صبغة شحمية وليس الكثير من الميلانين. غالبا ما يتمتع الأشخاص ذو العينين الكهربانية بسمات ملفتة للنظر. خامسا، العيون الخضراء. ما يقرب إلى 2% من سكان العالم لديهم عيون خضراء، ومن المثير للاهتمام أن انتشار العيون الخضراء يختلف اختلافا كبيرا عن حسب العرق. فلماذا بعض الناس لديهم عيون خضراء؟ الجواب: يمكن في جيناتنا الأشخاص ذو العيون الخضراء لديهم نسبة أقل من الميلانين من ذوي العيون البنية. سادسا، العيون الرمادية. أقل من 1% من سكان العالم لديهم عيون رمادية. هذا يعني أنه من بين كل 100 شخص سيكون لدى شخص واحد فقط لون العين هذا. العيون الرمادية نادرة بشكل لا يصدق، وهي الأكثر شيوعا في شمال وشرق أوروبا. سابعا، العيون المختلفة. تباين الألوان نادرة للغاية، وأقل من 1% من سكان العالم يعانون من هذه الحالة. هذا يعني أنه إذا كان لديك لون مغاير فأنت مميز تماما. أعزائي المتابعين، إذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل مفيد، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو فهذا يدعمنا كثيرا. وشكرا على حسن مشاهدتكم.